في حاجات مش المفروض انكم تشاركوها مع اولادكم، لان هي هتهدد احساسهم بالامان جامد جدا. منها اول حاجه الازمات الماديه. لما تكون الاسره في فتره بتمر بازمات ماديه، مش المفروض ان ده يتنقل للاولاد، لان ده بيهدد احساسهم بالامان. حتى لو عايزين يشتروا حاجه، ممكن نقول لهم اي حاجه تانية غير دايما ان يتقال لهم حاجات ليها دعوه بان مفيش فلوس. تاني حاجه، رأي الأم والأب في بعض لو كانوا على خلاف، حتى لو كانوا الأهل منفصلين، يا ريت إن هما ما يتكلموش وحش عن بعض قدام الأولاد، لأن ده بيهدد جدا إحساسهم بالأمان. فيا ريت كل واحد يتكلم عن الفرد التاني باحترام، وعن أسرة الفرد التاني باحترام، حتى لو كان في خلافات ما بينهم. الحاجة التالتة، المشاكل الكبيرة اللي بتحصل في العالم. مش لازم الأطفال تبقى دايما ملمة بكل البلاوي والزلازل والحروب والحاجات دي، لان هي هتهدد برضو احساسهم بالامان. الحاجة التانية، لو انتوا دايما بيجيلكوا شعور انكم مظلومين او حظكم وحش او الدنيا بتقفل معاكم، مش لازم في التعليقات برضو دي تتقال قدام الاطفال، لان دي دايما بتحسسهم ان احنا في الحياة دايما victims، وبتدخلهم في دايرة ان هم طول الوقت يلوموا الاخرين على مشاكلهم، وبرضو بتحسسهم بعدم الامان.